ألغينا كل أسماء الحدث القضية المستندة ما نقدروش نحكموا عليها هكذا نطيحوا عليها. تحركت هناك صياعة. من المتورط الرئيسي في القضية؟ دفعنا ثمن الإشكال. يجب علينا تغيير كامل الصحافة. ما نقدروش نحكموا. إذا كان جيراننا غاضبين فإن الأمر سيء بالنسبة لهم ولكنه جيد بالنسبة لنا. هكذا فضل الوزير الأول أحمد أويحيى الرد بكل بساطة وبرود على الحملة الشعواء التي شنها الإعلام على وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل. متابعينا الكرام، أهلا بكم إلى مساء الصحافة. إذا نتوقف اليوم عند السجال لنقول الزلزال الذي أحدثه وزير الشؤون الخارجية في مفاصل المملكة المغربية بعد تصريحاته الأخيرة حول تبييض أموال الحشيش من طرف بعض البنوك المغربية. سنتوقف عند تفصيل الهجمة الشرسة من طرف الإعلام المغربي طبعا، لكن عند بعض الإعلاميين الجزائريين الذين كانوا ضد مبدأ كسر التحفظ في الشأن الخارجي الذي عهدنا في تاريخ الدبلوماسية الجزائرية. السؤال: هل حان الوقت لتغيير الجزائر من لهجتها فيما يتعلق القضايا الخارجية؟ وقبل ذلك، لماذا انبر بعض الإعلاميين الجزائريين وراء الحملة المغربية؟ هل هي حرية أم هو كسر للعرف الدبلوماسي وتجاوز لأخلاق المهنة؟ كل هذه الأسئلة وأخرى سأناقشها مع ضيوفي الكرام، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا. إذن اليوم الموضوع الهجمة الشرسة على مساهل، حرية إعلامية أم كسر للأعراف الدبلوماسية؟ وتصريحات عبد القادر مساهل هل ستغير الجزائر من لهجتها الدبلوماسية؟ إذن هذا هو الموضوع الذي سأناقشه مع ضيوفي، وطبعا أبدأ منك الأستاذ عز الدين بوكردوس، وهو طبعا إعلامي وشيخ الإعلاميين أيضا كما يقول الأستاذ عبد العالي الرزاقي، وأيضا أتشرف بحضور الأستاذ الجامعي والإعلامي عبد العالي الرزاقي. أهلا بك أستاذ. شكرا. ويحضر معنا أيضا مدير يومية الحياة السيد هابت حناشي. أهلا بك. أهلا بك. شكرا على قبول الدعوة. ربما أفتح منك النقاش الأستاذ عز الدين بوكردوس باعتبارك شيخ الإعلاميين كما كان يصر عبد العالي الرزاقي قبل قليل. إذن السؤال بعد تصريحات عبد القادر مساهل والحملة الشرسة التي تلته من طرف الإعلام الذين انتقدوا طبعا تصريحاته بشدة، هل تعتقد أن الأمر متعلق بحرية التعبير أو هو كسر للعرف الدبلوماسي الذي يقتضي وقوف الإعلام الجزائري إلى جانب الجزائر في الشؤون الخارجية؟ أولا أنا مانيش ضمير وزير الخارجية. نعم. بالدرجة الأولى لأنه عنده من القدرات والإمكانيات والمسؤولية ما يستطيع أن يدافع. لكن الشيء اللي يحز في النفس أنه أولا إذا كان صرح سيد وزير الخارجية بهذا التصريح، ونحن تعودنا بالدبلوماسية الجزائرية الهادئة منذ ساعة دحلب إلى غاية اليوم. نعم. ما تعودناش بالإثارة، ما تعودناش بالتشويه، ما تعودناش بالصراعات. ربما الدولة الوحيدة اللي خرج الصراعات الإقليمية هي الجزائر بفضل دبلوماسيتها. لكن أن يتحول هذا الكلام اللي قاله السيد مساهل موش جديد، هو كان عند كل المواطن الجزائري كان يقول في هذا الكلام، وربما هو نتيجة تفاقم هذا العمل خلاه يصرح بهذا التصريح. وهذا مثل ما ذكرت لك ليس بجديد، يعني ما تفاجأش المواطن الجزائري لأنه يعرف هذا الحقيقة منذ سنوات. مربط الفرس هذا ليس جديد، لكن أن يقوله رئيس الدبلوماسية الجزائرية طبعا خلف أثر. الدبلوماسية الجزائرية أعتقد أنه له من الإمكانيات والمعلومات والأسرار اللي خلته يقول مثل هذا الكلام. لكن الشيء اللي نلوم عليه هو الهجمة الشرسة للإعلام، سواء كان الإعلام المغربي أو بعض الأقلام الجزائرية اللي ما ساعدهاش مثل هذا التصريح. للأسف احنا تعودنا في عالمنا العربي خاصة في السنوات الأخيرة هو أن الإعلام العربي أصبح إعلام سب، إعلام شتم، مثل ما كنا نتكلم قبل ما نبدأ نسجل، إعلام شتم، إعلام تشويه، إعلام إثارة بين الشعوب، خلق بلبلة بين الشعوب.
وهذا يتنافى وأخلاقية المهنة ويتنافى والإعلام الحقيقي اللي يبحث عن الحقيقة واللي يعطي المعلومة الحقيقية ويحللها، لكن بدون شتم وبدون إساءة وبدون، لأن إذا أسأنا لوزير الخارجية الجزائري معناها أسأنا للشعب الجزائري. والعلاقات اللي تربطنا بالمغرب هي فوق هذا الحركة هذه الموجودة اليومين هذو، أو فوق هذا العصبية أو فوق هذا التشنج. نعم. وإذاك أستاذ عبد العالي الرزاقي، تابعت ما قاله الأستاذ عز الدين بوقدوس حول القضية، وقال أن مهما يكن فإن تصريحات عبد القادر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل هي تصريحات دبلوماسي جزائري، وبالتالي فإن من المفروض بين قوسين الإعلام الجزائري يقف وراء حكومته فيما يتعلق بالشأن الخارجي. أنا عندي تحفظات على كثير من الأمور. عادة هذه المؤسسات السيادة، مثلا وزارة السيادة لها صحفيين، لها مؤسسة إعلامية هي اللي تلعب الدور. فمثل هذا الكلام يمكن تبريره عبر قنوات معينة دون الحديث عنه من طرف الوزير نفسه. ولهذا بالدليل أنه 1980 الأمم المتحدة أصدرت تقرير ووزع في الجزائر. أنا شفت التقرير فيه 80 صفحة على ما أذكر. التقرير هذا يقول بالحرف الواحد بأنه المخدرات هاي تبيعها القصر وعادي. أنا رحت المغرب ولقيت مخدرات عادي، ولكن أن يتحدث وزير أعتقد على استفهام، كاين خطأ. صحيح أننا نحن ندافع عن الجزائر، ولكن يجب كذلك أن ندافع بالطرق العلمية، بمعنى أنه من مهمة الوزير ألا يرقى إلى مستوى أنه يخاطب مباشرة ويتخذ قرار معين في حديثه ربما يعطي انطباع يؤدي إلى توتر. نعم. لكن كان يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع دون الوصول إلى التوتر. التوتر يبدو لي أنا في تقديري نتيجة طبيعية لهذا التصريح. صحيح ربما هناك كثير ولكن يجب نفرق بين ما يقوله الشارع المخدرات موجودة، ولكن ما يأتينا على الحدود موجود، ولكن الحديث من طرف رئيس الدبلوماسية الجزائرية يطرح علامة استفهام. ربما الأستاذ هبت حناشي لديه تعقيب حول الموضوع. ليس لتعقيب، ولكن يعني من حق الصحفيين أن يعبروا عن آرائهم فيما يقوله وزير الخارجية سواء هنا أو في بلدان أخرى. لكن الملفت أنه نحن لا نعرف لحد الآن الأسباب التي دعت بالسيد وزير الخارجية إلى قول مثل هذا الكلام، ولا نعرف أيضا الهدف الذي يريد الوصول إليه، وبالتالي من الصعب جدا أن نحكم على ظواهر الأشياء. من المعروف خارج هذه النقطة التي يجب أن نقف عندها ونحاول أن نفهمها ونفهم أسبابها. من المعروف أن الدبلوماسي يقول ما يريد أن يقوله بكلام مختلف، بكلام هادئ ومتزن وله رسائل غير مباشرة عكس ما يقوله الصحفي أو المواطن العادي. والسياسة الخارجية الجزائرية معروفة يعني منذ 62 وهي تكتسب قيمة ومصداقية مشهود لها في العالم. وأعتقد أنه ما قاله سيد مساهل أثار بعض الأسئلة حول السبب الذي جعله يطلق هذا التصريح الحاد نحو الأشقاء في المغرب أو في تونس أو في ليبيا أو في مصر، لأنه لكن يجب أن نعرف، ونحن نشرنا اليوم تقرير أو هناك تقارير كثيرة عن المغرب. فعلا المغرب آخرها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية نعم. التي تحدثت عن 700,000 طن من القمح. يعني لا أحد ينكر أن المغرب بلد منتج بشكل رسمي للمخدرات، وأكثر من هذا هو الآن أصبح يصدر هذا القضية أو هذه المادة إلى الجزائر. أصبح الجزائر بلد يعاني بشكل كبير جدا من المخدرات، والمغرب مسؤول بضرر كبير على هذا الوضع. ثم هناك نقطة أخرى، هناك بعض الإعلاميين الذين انتقدوا وزير الخارجية الجزائري على ما قاله، وطبعا أنا أحترم كل الزملاء وهذا من حقهم على كل حال، لكن يجب أن لا ننسى أيضا أن المغرب
اتهمنا في يوم من الأيام وكنا نحن في قلب مأساة وطنية كبيرة اللي هي الإرهاب بتدبير وتنفيذ هجوم أسينيفي في مراكش، وكان هذا الموقف رسمي من المغرب، رسمي يعني القصر الملكي ووزارة الخارجية والدفاع والجيش المغربي وجهوا لنا هذا الاتهام، ولم نرى للأسف في المغرب صحفيين من المغرب يهاجمون الموقف الرسمي الجزائري. هذا لا يعني بكل صراحة، لا يعني أنني مؤيد للطريقة التي تحدث بها السيد وزير الخارجية، ولكن أقول شيء أنه لا يمكن لهذه التصريحات أن تؤثر على العلاقة بين الشعب الجزائري والشعب المغربي أو الشعب الجزائري والشعوب الأخرى، ويبقى هناك مشكل أو قضايا حساسة بين الأنظمة، بين السلطات، بين السلطتين، يجب أن نعرف أسبابها. المغرب يقوم بدور أيضا عليه على استفهام في إفريقيا وفي منطقة الساحل، وأيضا حتى في بعض المناطق ذات التوترات في الجزائر، وهناك أدلة أعتقد عند الحكومة الجزائرية وعند كثير من المراقبين أنه بعض الأشياء، بعض الأحداث التي وقعت في غرداية، التي وقعت في حتى في منطقة الساحل في الجنوب فيها دور مغربي. هل هذا يبرر أن نطلق هجوم على المغرب؟ أنا لست من الذين يشعلون الحروب أو يدعون إلى الحروب، ولكن لكن في وقت من الأوقات لاموا الجزائر بسبب هدوء دبلوماسيتها كما تحدثت. هناك العديد من المحطات التي كان فيها المغرب يهاجم بحدة، يهاجم حتى أنه رئيس حزب الاستقلال المغربي طالب بضرب الجزائر. أنا صحيح أنا متفق معك، لهذا أنا أطرح أسئلة عن موقف الجزائريين. لا أحد يشكك في قدرة الدبلوماسية الجزائرية، واتضح هذا في الفترة الأخيرة في قضية سوريا، في قضية اليمن، في قضية قطر ودول الخليج، في قضية مصر، في القضية الليبية، في قضية ليبيا بالضبط، يعني في قضية مالي. وبكل صراحة أنا لست من الموالين للنظام ولست من المؤيدين للنظام، ولكنني أفتخر بالسياسة الخارجية الجزائرية لأنها فعلا سياسة حكيمة وقائمة على مبادئنا منذ 54 56 إلى 62 وحتى الآن. فقط في قضية التصريح الذي أدلى به السيد المساهل يجب أن نفهم وأن لا نطلق أحكام بسرعة، يجب أن نفهم الأسباب التي دعته إلى إطلاق مثل هذا الكلام. ممكن هذا الموقف يعبر عن الموقف الرسمي الجزائري، وثانيا يجب أن نعرف الهدف الذي أراد أن يحققه. يعني مسألة حتى الوزير الأول أحمد يحيى في التصريح قالوا أنه هو ليس ضد، يعني كان إلى جانب السيد مساهل. هذا إذا اعتبرنا تحدث بصفته طبعا ليس الأمين العام للآرندي وليس بقبعته كوزير أول. لهذا أعتقد أنه مازال هناك بعض الوقت حتى نفهم ماذا جرى بالضبط. نعم. ربما أستاذ بفضل الأستاذ حناشي، لماذا هذا التصريح في هذا الوقت بالذات، في هذا الظرف بالذات، وين المنطقة أو عالمنا العربي يشهد هذا التفكك ويشهد هذا الصراعات، سواء كان في الدول مثل ليبيا، سوريا، أو صراعات بين قطر ودول الخليج. كنا نعتقد أن منطقة المغرب العربي من أهدأ المناطق وأكثر المناطق ربما درس لبقية الشعوب العربية الأخرى. مانيش عارف مثل ما تفضلوا الإخوة لماذا هذا التصريح في هذا الظرف بالذات ومن طرف وزير الخارجية، وإحنا نعرف أن الدستور الجزائري ينص على أنه السياسة الخارجية والدبلوماسية الخارجية الدبلوماسية الجزائرية هي من اختصاصيات رئيس الجمهورية، وبالتالي فالدولة الجزائرية هي اللي عبرت عن هذا على لسان السيد مساهل بهذا التصريح. أنا ما ألوم عليه في الإخوة في المغرب إنه حتى إحنا كي كنا في أثناء سنوات الجمر ما كانتش الصحافة المغربية إلا جانبيا، بل بالعكس كانت تدعم، ربما كانت تثير النعرات مثل ما تفضل الأستاذ، سواء كان في غرداية أو في بعض المناطق الأخرى. والمشكل ماهوش بين الشعوب، ماهوش بين الشعب الجزائري والشعب المغربي، المشكل بين القيادة في المغرب، مش من اليوم، منذ سنة 1963، ولا داعي للعودة إلى التاريخ، بل ربما أكثر من هذا. هنا ربما تحدثت عن نقطة تتعلق بتعبئة الإعلام المغربي، الإعلام المخزن. هناك تعبئة كبيرة مقارنة مثلا مع الإعلام الجزائري في علاقته مع وإحنا نعرف أن الإعلام المغربي ما يقدرش يكتب، الصحفي ما يقدرش يكتب حرف، أو في التلفزيون ما يقدرش يقول كلمة إلا إذا أخذ الأوامر من الجهات العليا، وليس من طرف وزير الإعلام المغربي، من القصر شخصيا. نعم. فالمشاكل اللي موجودة بين الجزائر والمغرب مثل ما ذكرت لك ليست وليدة اليوم، بل ربما حتى من حادثة اختطاف طائرة الزعماء ال5 إلى قضية بشار في سنة 63
إلى قضية ما يحدث الآن في الدول الأفريقية في محاولة إرشاء واستمالة بعض رؤساء الدول الأفريقية من أجل قضية الصحراء. فهذا الصراع ليس ولد اليوم، لكن احنا المفروض أن الصحفي يكون فوق مستوى هذه الصراعات، والمفروض أن الصحفي يعطي تحليل، يعطي تقييم، يعطي نقد، ولكن نقد إيجابي بدون تشنج وبدون هستيريا وبدون سب وبدون شتم. نعم. الصحفي لا يشتم ولا يسب. نعم. أستاذ عبد العالي الرزاقي، ربما كيف تقرأ انضمام بعض الجزائريين، خاصة أقول الإعلاميين الجزائريين خاصة المقيمين بالخارج، إلى انضمامهم إلى حملة السب والشتم إلى جانب إعلام المخزن؟ أعتقد أنه خطأ موجود كثير في الصحافة الجزائرية والصحافة المغربية، وهو القذف في الشخصيات. نعم. يفترض أن يكون الرد من طرف وزير الخارجية المغربية إذا كان هناك رد. إذا لم يكن هناك رد فمسؤولية. النقطة الأخرى دائما نلح عليها، أنا أعتقد بأن هناك مستويات للخطاب في أي وزارة. وزارة الخارجية عندها مستويات، عندما يصل إلى مستوى أعلى وهو وزير الخارجية في خلل ما في جهة ما، وعندما يساند من طرف رئيس الحكومة يزداد التساؤل. هل هذا الهدف هو أنه لأن المغرب مشات بقوة في أفريقيا؟ هل المغرب وهل حقا سارت بقوة في إفريقيا؟ وهنا السؤال، لأن مصدر تصريح عبد القادر مسهل مسألة الاستثمار في إفريقيا أنها موجودة بقوة في إفريقيا، فكان رد مسهل كما تعلم الأستاذ عبد العالي. اعتراضي عندما قال بأنه رؤساء قالوا له هذا الكلام، هذه مش وظيفته. أنا في تقدير وجهة نظري شخصيا. نعم. صحيح أن المغاربة الصحفيين أساءوا إلى الجزائر. أعطيك مثال حتى مثلا سمحت لي فقط. لا سنة نوضح نفتح فكرة. عندما تكلمت عن مراكش وشكون يرد؟ رد بوتفليقة كي كان رئيس، قال بزاف أنتم اللي درتوا العرب. من رد عليه؟ وزير الداخلية. سي عبد العالي، شوف، عفوا على المقاطعة، يعني في قضية تصريح السيد مساهل كان هناك رد بطريقة معينة من وزارة الخارجية المغربية، واستدعت سفارة وزارة الخارجية الفرنسية قائد الأعمال الجزائري في سفارة الجزائر في الرباط، وهذا إجراء دبلوماسي متعارف عليه. بالنسبة لتصريح السيد مساهل لما يقول، أنا أقول لك قلت منذ قليل أنه يجب أن نعرف الأسباب التي دعت السيد مساهل إلى قول هذا الكلام والأهداف التي يراد تحقيقها من خلال هذا التصريح. هل أراد مثلا مساهل بكل صراحة يعني خلق مشكلة بين المغرب وبعض الرؤساء الأفارقة؟ هذا مطروح، لأنه لما يقول أنه رؤساء دول قالوا لي هذا الكلام، فهذا يعني أنه ربما أنا لا أقرأ النوايا ولا نعم، ولكن أطرح أسئلة. ممكن كان الهدف واضح ومدروس من الدولة الجزائرية، أقول ليس من مثال، من الدولة الجزائرية لخلق بعض الخلافات بين المغرب وبعض الرؤساء الأفارقة، وهذا مطروح. الآن حتى القصر في المغرب يروج إلى مقولة أنه هناك عملية أو محاولة لشراء بعض القادة الأفارقة للحصول على دعمهم في قضية الصحراء الغربية في منظمة الأمم المتحدة أو في المنظمات الإقليمية والجهوية. يبدو لي ومساهل يجب أن نعرف، وأنا لست بصدد الدفاع عنه، هو من المتخصصين في الشأن الإفريقي وعمل على الملف الإفريقي وعنده علاقات داخل الإفريقية، يعني في إفريقيا الوسطى، في إفريقيا الغربية، في دول في الجنوب منذ السبعينيات أستاذ أعتقد. نعم وجوده في نعم. إذا القضية مهمة جدا وليست بهذا البساطة. أنا أتفق مع سي عبد العالي في نقطة، أنه لما يقول كان يمكن للجزائر أو لوزارة الخارجية الجزائرية أن تعبر عن مواقفها بقنوات أخرى، هذا صحيح. يعني حجم الخطاب كان قوي، كان يمكن التعبير من عندهم من خلال قنوات أخرى من الإعلام الرسمي، بعض الشخصيات إلى آخره. لكن في النصف الآخر من الكأس ممكن أرادت الدولة الجزائرية أن تعبر عن هذا الموقف من خلال وزير الخارجية لأهميته وللهدف المرجو منه والدواعي التي تكون قد وقفت وراءه. نحن لا نعرف ماذا قام المغرب، ربما بلغ السيل الزبا، ولهذا ممكن هذا ما أردت أن أقوله. تحدث بالضبط. يعني وهذه أمور تتعلق بأمن دول وبسياسة دول وباستراتيجية دول
لهذا يجب أن لا نتسرع في إطلاق الأحكام، ونحاول الحصول على بعض المعطيات حتى تكون من منطلق تحليلنا. لأنه تحدثنا على مسألة تعبئة الإعلام الجزائري. نعم. بعض الإعلام، حتى لا أقول بعض الإعلام، لاحظنا أن هناك غضب. هل غضب مبرر على أساس أن الجزائر كسرت مبدأ التحفظ، أم أن الغضب مأجور بين قوسين كما قال لا يمكن. أنا الوزير؟ لست من الذين يتهمون الصحفيين بأنهم مأجورين. نعم. أنا من الذين يطالبون بإبعاد هذه التهمة وهذه الملصقات. من حق أي صحفي أن يعبر عن رأيه، وإذا كان رأيه يخالف الموقف الرسمي الجزائري فلا يعني هذا أنه أجير لدى هذا الطرف. نعم. وهذه الدولة. هذا يعني ما زلنا نتعامل بمنطق التخوين، وأنا لست من هذا. لكن ومن حق الصحفيين أن يعبروا عن آرائهم سواء بالموافقة أو بالرفض. لكن لوحظ في هذا الموقف أنه بعض الصحفيين الجزائريين في كل مرة يتعلق فيها الأمر بأزمة مع المغرب يقفون إلى جانب المغرب. وأنا قرأت بعض المقالات لبعض الصحفيين كبار، منهم سي حميدة العياشي مثلا، وين كتب مقال عنوانه حزب المغرب في الجزائر، وأثار هذا المقال غضب كثير من الصحفيين، وبعضهم أساتذة تاعنا درسنا عندهم في الجامعة ونكن لهم كل الاحترام. هم يقومون بتوجيه نقد لاذع للحكومة الجزائرية لما يكون عندها موقف ضد الحكومة المغربية، لكن هؤلاء لم نراهم أبدا يوجهون نفس النقد للحكومة المغربية لما تتخذ مواقف ضد الحكومة الجزائرية. وهذا يطرح علامة استفهام. أنا لا أخون ولا أتهم، ولكن ليس من المعقول أن نقف دائما إلى جانب الطروحات المغربية ضد الطروحات خاصة عندما يتعلق بشيء حساس وبالشأن الخارجي. المفروض مثلما نطالب بضبط النفس لدى المسؤول أو الوزير في تصريحاته، أنا من الذين يطالبون بضبط النفس أيضا من طرف صحفيين. ولما تحصل عندنا أو نتحصل على المعطيات الكاملة من حقنا أن نتخذ الموقف الذي نراه سواء مع أو ضد، وهذا لم يحدث. لأن الذين أو معظم الذين انتقدوا الموقف الجزائري هم من الذين يعارضون النظام، وربما أخلطوا بين النظام وبين الدولة. هل يسمح لهم ذلك بالوقوف ضد الجزائر؟ وهذا يجب أن نفرق بين السلطة وبين النظام، بين الدولة وبين النظام. للأسف كثير من المعارضين سواء الموجودين هنا في الجزائر أو الناشطين في الخارج اتخذوا من هذا الموقف، مع تكرار موقفي بأنني لست من الذين يخونون أي جزائري. هم جزائريين، كل واحد يحب وطنه على طريقته، لا داعي للتخوين ولربط الحديث يعني عن ارتباط بهذه الجهة أو تلك. ربما في نقطة بحكم تجربة أستاذ بسط الأمور. إذا كان اتهمنا الصحفيين أنه بالعمالة أو بالخيانة هذا تبسيط للأمور، لأنه ما اعتقدش أنه صحفي جزائري يكون ضد بلاده وهو هنا داخل الوطن ويعيش من ما شويه ما يعيش مهضومه. اذا تخوين الصحفي او اتهام الصحفي بالعماله هذا اعتقد خارج النقاش وخارج الواقع. في نفس انا كنت ارد على زميله لانه قالت مأجورين. مأجورين لان هناك من كي اوضح، لان كان هناك تصريح يعتقد أن هؤلاء الإعلاميين يتلقون رواتبهم من المخزن، وبالتالي هم وقفوا إلى جانب المخزن. هذا اتهام فظيع. نعم. هذا اتهام بدون فظيع. أدلة. وإذا كان هذا الذي عفوا أستاذ لو هذا الذي أطلق مثل هذا التصريح كان عليه أن يقدم ما لديه من أدلة أو يصمت، لأنه لا يمكن أن نتهم الناس بهذا الشكل. لما نقول أنه فلان يتلقى راتبا أو أجرا من دولة أجنبية فهذا ممنوع بنص القانون، والقانون يعاقب أي صحفي يتلقى تمويلا من دولة أجنبية أو شخص أجنبي. ولكن إطلاق الكلام على عواهنه أصبح من مميزاتنا هنا في الجزائر. نتهم من نشاء ونطلق الاتهامات ضد من نشاء، وهذا لا يليق لا بنا ولا بهم. أنا مش ذكرت لك في البداية مانيش ضمير وزير الخارجية، لكن انصر أخاك ظالما أو مظلوما. صرح وزير الخارجية بتصريح على الأقل فضل الصمت إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأنه كما ما قلت لك في البداية ما عارفين لماذا التصريح في هذا الظرف وفي هذا الوقت، وما هو المقصود بمثل هذا التصريح من طرف وزير الخارجية، مش من طرف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أو من طرف أي مسؤول آخر. إذا ننتظر ثم بعد ذلك لكل حادث حديث. أما الآن حركة حتى إذا كان الإخوة في المغرب أو الجيران في المغاربة للأسف جاتهم فرصة، ومتعودين هم دائما على شتم الجزائر وسب الجزائر، جاتهم فرصة. احنا ما يلزمنا نكون مستوانا أعلى من مستوى
هذا الأعمال اللي نسميها احنا أعمال طفيلية، لأنه لا يحق للصحفي أنه يستغل ظرف بلاد معينة مثل ما استغلوا الظرف اللي مرت به الجزائر، وكانت حملة أيضا شرسة ضد الجزائر. نتمنى أو نريد من الصحفيين الجزائريين على الأقل أنه ينتظروا تفاعل هذه الأحداث وننتظروا النتائج. لماذا مثل هذا التصريح، وإن كان هو صحيح أنه مثل ما ذكرت لك أن المغرب معروف، دولتين في العالم المعروفين في العالم الإسلامي هي أفغانستان في منطقة آسيا والمغرب في منطقة المغرب العربي، وهذا يعرفه كل مواطن سواء كان مواطن مثقف أمي متعلم، يعرف أن المخدرات اللي نخرت المجتمع الجزائري قادمة من المغرب، ما جاتناش لا من الشرق. يعني وزارة الخارجية الأمريكية تحدثت عن موضوع بإسهاب ووضعت الأرقام، لكن لم تحدث هذه الحملة الشرسة ضد أمريكا. لا، لأنه هذيك أمريكا. نعم. هذيك مش الجزائر، هذيك نعم. أمريكا، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يواجه أمريكا. في موضوع العمل ربما الأستاذ عبد العالي الرزاقي كان يتحدث. لا أثارت انتباهي نقطة أساسية. يجب نفرق بين أن وزارة الخارجية تصدر تقرير حول المخدرات الموجودة في المغرب، هذا من حقها تصدر تقرير. أما يصرح رئيس الدبلوماسية، أعتقد وفقا للدستور يعتبر تدخل. أنا وجهة نظري تدخل وخاطئ. صحيح أن الصحفيين انطلقوا من فكرة التدخل، أنه تدخل في الشأن عندما تقول طائرات تحمل مخدرات كذا، البنوك كذا، هذا ما يصحش. ما يصحش. ليش نتكلم أنا كجزائري؟ نحن ننتمي للمغرب العربي كلنا، نحن جزء من المغرب العربي، نحن نوحد بين الشعوب مش بين الحكومات. المخزن عندما حرك أذنابه به يطالبوا بتندوف وقفنا ضده، وبعض المغاربة وقفوا ضد أنه كتندوف قطعة أرض جزائرية. ولهذا يجب أن ننظر، ما نتكهنوش، ما نقولوش باللي راه سيد هذا ولا حتى نعرف علاش قال. ما مبرر هذه الأشياء يقول ما مبرر. أما أنه يتحدث، أنا أعتقد بأن هناك محاولة لخلق توتر من أطراف في الجزائر، توترات لغرض آخر ربما ليس مجال الحديث عنه هنا. كما قال الأستاذ، التوتر كان موجود منذ غلق الحدود يعني. لا، ما وصلناش لمستوى أن نتهم بعضنا، لم نصل. المغاربة صح اتهمونا وكذا وردنا، ولكن الجزائر في تاريخ حياتها لم يسبق لها إلا حالتين. حالة اتهم الرئيس موريتانيا عندها حوالي 7 سنوات الحادثة، وردوا الموريتانيين على الرئيس بوتفليقة آنذاك. والآن هذه الحملة للتصريح هذا ليؤدي إلى استفزاز. أعتقد أنه طيب سرب عندك ملف خرجوا، وين هي المشكل؟ في الجانب هذا أنا أتفق نوعا ما مع سي عبد العالي الرزاقي، لأنه المفروض أن وزير خارجية بلد ما يتميز، أول شيء يتميز به هو ضبط النفس وإطلاق أو إيصال الرسائل بلغة أخرى غير اللغة التي يستعملها الناس العاديين. ولكن ما قاله وزير الخارجية كان مباشر وكان صادم. لهذا أنا قلت يجب أن نفهم الأسباب والأهداف حتى نقيم هذا التصريح. كثير من وزراء الخارجية في كثير من الدول بما فيها المتقدمة يطلقون تصريحات صادمة ومثيرة، لأنه هناك دواعي هناك سياق معين يدفع بالضبط. يعني احنا نشوف الآن في مثلا في الولايات المتحدة تصريحات ضد الحكومة الروسية، تصريحات ضد الدول في سوريا، في اليمن، حتى في أوروبا. يعني شفنا تصريحات مثلا في بعض الدول الأوروبية ضد مواقف السياسة الخارجية للرئيس ترامب. يعني ليس بهذا الحدة، ولكن هناك سياق ما يفرض على هذا المسؤول أن يطلق مثل هذا الكلام. ولكن في جانب ضبط النفس أنا متفق معه سي عبد العالي. كان يمكن يعني دون أن نفهم الأسباب والأهداف كان يمكن إطلاق هذه التصريحات عن طريق قنوات أخرى، عن طريق أشخاص آخرين بطريقة مختلفة وليس بهذا الشكل. كما كان يقول الأستاذ عز الدين بوقردوس، من المفروض البحث ومحاولة الفهم بدل السب والشتم. ربما الأستاذ هبت حناشي تحدث قبل قليل عن مقال الأستاذ حميد العياشي حول الموضوع، حول حزب المغرب في الجزائر. أريد أن أربطه أيضا على افتتاحية مديرة يومية الفجر حد حزام، قالت بالحرف الواحد: نعم لانتقاد السلطة على سوء تسييرها لمختلف الملفات والقضايا الوطنية،
لكن الوقوف إلى جانب المغرب وحمل معول الهدم وتضامنا معه ضد تصريح وزير مهما كانت درجة خطورته فهو خيانة وخيانة عظمى. هل تعتقد أن وقوف بعض الإعلاميين مع المخزن هو خيانة للجزائر؟ لا، كلمة خيانة كبيرة. أنا أيضا كلمة خيانة كبيرة. قال خطأ جسيم، خطأ مهني لا يتماشى وأخلاقيات المهنة مثال يعني. لكن كلمة خيانة، الخيانة هي الخيانة العظمى يعني. كلمة الخيانة تعاقب عليها يعني. حتى أيضا اللي يكتب باش يرجع للزملاء الجزائريين لازم يكون أيضا حتى هو يضبط النفس. نعم. ربما مع احترامنا للسيد حداه حزاب عفوا، بعض الإعلاميين الجزائريين لم يعلنوا تضامنهم أو وقوفهم إلى جانب النظام المغربي أو المخزن ضد حكومة بلدهم، لكنهم انتقدوا بشدة الحكومة الجزائرية ووزير الخارجية الجزائري. وأنا في رأيي من حق الصحفيين أن ينتقدوا حكومة بلدهم ومسؤوليهم، لكن عندما يتعلق الأمر بالأمور الداخلية. نعم، لكن حتى ممكن يعبروا عن وجهة نظر. لكن أنا ما أشرت له من قبل وتطرق إليه حميد العياشي في أحد مقالته النارية في الحقيقة، هو أن هؤلاء الصحفيين الذين ينتقدون الجزائر بلدهم ومسؤوليهم وحكومتهم لا ينتقدون أبدا الحكومة المغربية لما تتخذ قرارات غير مقبولة وغير معقولة، منها هجوم أصيني في مراكش وكثير من التصريحات مثلا المعادية للحكومة الجزائرية. لم نراهم ولم يكتبوا ولم يفعلوا أي شيء، فلماذا ينتقدون الحكومة الجزائرية ولا ينتقدون الحكومة المغربية؟ مع احترامي لمواقفهم حتى ولو انتقدوا الحكومة الجزائرية فقط، أنا فقط أطرح أسئلة ولا يمكن أن نجزئ الحقائق والمواقف. موقف هنا يصلح هنا، إذا لم يصلح هنا لا يمكن أن يكون صالحا هناك. هذا متفق. أستاذ عبد العالي الرزاقي، لا تعتقد أن الدبلوماسية خط أحمر؟ لا. لماذا؟ خط أحمر عند الرئيس. لو تحدث الرئيس نقول لك خط أحمر، هذا كلام لو قالوا الرئيس نقول لك مسألة أنا نقبل ندافع عليه. أما يقولوا وزير الخارجية أعتقد ليس خط. لازم ننتبهوا النقطة هذه. النقطة الثانية، أنا ضد تخوين جزائري أبدى رأيه في هذا الكلام. أنا ضد تخوين مهما كان. أولا يجب نفرق. أنا قريت المقالات وقريت الأخبار. نحن عندنا مدرسة فرنسية، الخبر والتعليق لاصقين مع بعضهم، ولاحظناها كثير في الصحف ما تفرقش بين الخبر والتعليق. الآراء اللي أبدات رأيها أعتقد أنه نحن لسنا في حاجة. نحن وضع الحكومة تحدث بدل تعيش أزمة وتعيش كذا وتخلق أزمة أخرى مع دولة أخرى، أعتقد لا مبرر له. طيب إذا هناك معلومات موجودة ومؤكدة أنا نستطيع أن نوزعها بطريقة معينة كما قال حناشي كان قنوات. ولهذا الخطأ أنا تقدر يجب أن ندين الخطأ مهما كان. نحن دولة مغرب عربي واحد، مغرب شعوب، مش مغرب نظام المخزن ولا نظام الجزائر ولا نظام التونسي ولا الموريتاني ولا الليبي. لا، نحن لازم ننظر كمواطنين ننتمي إلى منطقة جغرافية في حاجة إلى نتعايش. إذا لم نتعايش نهايتنا ستكون الصدام. وما حدث دائما في التاريخ عندما نتحدث على 63 ما حدث المغاربة عندما اعتدوا حرب الرمال، عندما اعتدوا على الجزائر وكذا راهي استغلت ضعف الجزائر يعني كانت فتية في استقلالها. لا، ولكن ضمير مغربي عندما يتكلم لك يقول لك عندك الحق، احنا غلطنا. عندما نتكلم عن المغاربة اللي عاشوا الفترة قال لك احنا غلطنا. طيب إذا الخطأ نعترفوا به. أستاذ عز الدين بوكردوس كان يريد أن يعقب حول قضية الدستور لما تحدثت على الدبلوماسية إذا كانت خط أحمر أم لا. لا، لأنه وزير الخارجية الدبلوماسية الجزائرية والسياسة الخارجية الجزائرية من صلاحيات رئيس الجمهورية. إذن السيد وزير الخارجية صرح باسم الدولة الجزائرية وليس باسمه كوزير الخارجية. هذا مادة في الدستور معروفة يعني. صرح باسم الدولة الجزائرية. أنا أعتقد أنه لم يصرح بالنسو، ومرة الرسالة أنا قريتها في الصحافة بأن هذا الكلام لم يقال رسميا، قيل بشكل معين لم يقال رسميا، وبالتالي يجب أن نعتبره موقفا من الجزائر. هذا كلام مكتوب في الصحافة، نقلت الصحف. صادر عن وزير الخارجية وليس عن ناطق رسمي أو والي أو أمين عام لوزارة، صادر عن وزير الخارجية. طيب أستاذ، ربما لك أستاذ هبت حناشي،
هل تعتقد أنه عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية يريد أن يفتح عهد جديد في الدبلوماسية الجزائرية، الدبلوماسية المعروفة بالهدوء وبصفر مشاكل وبالحياد؟ هل بهذا التصريح يمكن أن نكسر هذا التاريخ للدبلوماسية الجزائرية؟ بصراحة أنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال، لأنه ليست لي المعطيات التي تساعدني على فهم والإجابة على السؤال. لكن لا أظن، يعني هذا رأيي فقط، لا أظن، لأنه السياسة الجزائرية، السياسة الخارجية يعني سياسة ممتازة في ولو نلاحظ في أو على الأقل السياسة الخارجية في فلسطين، في الخليج، في الشرق الأوسط، في العراق، في كثير من في كثير من القضايا دبلوماسية جيدة. لكن هناك نقطة أنه تأخرت كثيرا السياسة الخارجية الجزائرية، وغابت الجزائر عن المحافل الدولية وحتى النشاط الدبلوماسي، لأنه الآن أصبح النشاط الدبلوماسي مرتبط بالنشاط التجاري وبالنشاط الاقتصادي وبالنشاط المالي إلى آخره. الدبلوماسية الاقتصادية المصالح، نعم، هناك لا يمكن أن نتحدث عن سياسة خارجية بدون حديث عن مصالح اقتصادية ومالية. هناك دول صغيرة. هنا الإشكالية أستاذ، الجزائر مثلا تحملت ربما أعباء حيادها أيضا، كل مرة كانت وأنفقت على هذا الحياد. في النهاية ماذا تربح؟ لأن العديد من الخبراء مثلا في المجال الاقتصادي يقول الجزائر من خلال هذه السياسة الدبلوماسية ماذا جنت؟ ولكن هذا أداء المشكل مش في موقفها من القضايا المهمة في العالم، ولكن موقفها من أدائها الدبلوماسي. هناك ضعف في الأداء الدبلوماسي، غبنا في إفريقيا، غبنا في الشرق الأوسط، غبنا في الدول في المغرب العربي، غبنا في كثير من المناطق. نعطي لك مثال، مثلا هناك بعض الدول الصغيرة في الحجم، يعني نعطي لك الإمارات مثلا أصبحت تقرر، ولت قوة إقليمية تقرر في ليبيا وفي سوريا وفي كثير من في اليمن. هناك قطر، يعني قطر بلد صغير في المساحة ولكن أصبح متواجد في كل مناطق العالم، يؤثر في ليبيا عن طريق الإعلام. نعم، هو استخدم الإعلام بشكل، مش فقط نعم الإعلام والنشاط الدبلوماسي وأيضا النشاط الاقتصادي. هم الآن موجودين في كل المؤسسات الكبرى في العالم، في بريطانيا، في أمريكا، في روسيا، في فرنسا، يعني تقريبا كل الشركات الكبرى في أوروبا عندهم مساهمات في رأس مالها، وبالتالي أصبحوا يؤثرون حتى في سياسات هذه الدول الكبرى. الآن مثلا أعطيك مثلا قطر، بلد مساحته صغيرة إلى آخره، يؤثر، كان يلعب دور مباشر في طرابلس، وكان يلعب دور مباشر في سوريا، في دمشق، في القصر الرئاسي، وأيضا حتى في فرنسا وفي بريطانيا. الآن الرئيس ساركوزي يسموه الرئيس القطري أو رجل قطر في فرنسا. هذا الذي ينقصنا نحن. لماذا هذا الضعف وهذا التراجع وهذا التراخي؟ هل يريد مساهل أن يقلب الكفة؟ أظن أنه حاولنا منذ سنة من خلال المؤتمر هذا الاستثمار الإفريقي الذي عقد في الجزائر، ولكن لا أظن أن هناك حتى الصحافة لم تقف إلى جانب هذا المؤتمر. أيضا هناك نعم. الكثير من الشخصيات من رجال الأعمال. الصحافة لعبت دورا في كسر هذا المنتدى ممكن الإفريقي الذي طبعا حتى إلى جانب هناك صحفيين وقفوا إلى جانب المخزن في ضد مصلحة الجزائر. ولكن أنا أختم تدخلي هذا بأنه يجب أن ننتظر بعض الوقت ولو قليل حتى نفهم ما يجري. هل هناك توجه جيد أم هناك فقط خبط عشوائي، ضرب وخبط يعني بدون هدف؟ أوضح النقطة هذه. نعم. أعتقد سلال هو اللي طلب من الصحافة تخرج في المؤتمر الأفريقي اللي أشرف عليه حداد. سلال اللي طلب من الصحافة، وأنا سألت صحفيين، استغربت كيف يخرجوا وينسحبوا مع رئيس الحكومة آنذاك، قالوا لي باللي راه بأمر من سلال. إذن يجب ننتبه. أنا كذلك أعتقد بأن السيد مساهل جاء له الأمر لقول هذا، لم يقله من عنده. استبعد أن يجرؤ على هذا الكلام، لأن هذا الكلام من صلاحية الرئيس. في النهاية هو وزير الشؤون الخارجية، وكل ما هو متعلق بالدبلوماسية يمتثل في شخص مساهم. وهذا يؤكد ما قلناه من قبل، أنه يجب فهم الأسباب والدوافع. هذا يؤكد يسير في هذا الاتجاه. هل هذا النوع ربما يدخل في إطار الحرب النفسية مثلا؟ هذا ما يلعبه الإعلام، مثلا إعلام المخزن من خلال قنواته المعبأة أيضا مقارنة بقنوات الجزائرية. ربما تحدث الأستاذ حناشي عن تراجع دبلوماسية الجزائر. هل تعتقد أن الدبلوماسية الجزائرية أصبحت باهتة أو خافتة، أم السياق العام الموجود هو الذي جعل دور الجزائر ينحصر؟ لا، وما تقدرش تكون عندك دبلوماسية قوية وناشطة إلا إذا كان كل متكامل، يكون عندك اقتصاد قوي،
ثقافة متينة، رياضة قوية. ما هوش الدبلوماسية وحدها. احنا نلاحظ مثلا في بعض السفارات ربما سفارات أجنبية ربما القائم بالأعمال الاقتصادية أو الملحق الاقتصادي أكثر نشاط من في المؤتمرات، في الندوات، في اللقاءات. احنا للأسف بعض السفارات متاعنا كل أعضاء السفارة غايبين إلا في المناسبات الرسمية فقط، وهذا يعود ربما إلى السنوات التي خلت، سنوات الجمر والنار، خلت الدبلوماسية الجزائرية تضعف. لكن صحيح أن الدبلوماسية الجزائرية ما هياش في المستوى اللي كانت فيه في العهد السابق منذ وقت سعد دحلب إلى غاية أحمد بن يحيى الله يرحمه وما قام به، إلى غاية الأخضر الإبراهيمي في حل الصراع في لبنان، إلى غاية رئيس. هل في ذلك الوقت كانت الجزائر قوية اقتصاديا؟ حل مشكل بين إيران والعراق. إذا كان للجزائر وزن وكان للجزائر ثقل، لكن أيضا نتيجة عوامل عديدة، نتيجة الحصار اللي ضرب ضد الجزائر خلى أيضا الدبلوماسية الجزائرية وخلى صوت الجزائر ليس عاليا كما كان في السابق. أستاذ عبد العالي أرزاقي، هل تعتقد أنه مسألة خفوض صوت الدبلوماسية الجزائرية يعود إلى مثلا الواقع الاقتصادي؟ لأنه الجزائر في الماضي لم تكن يعني قوة اقتصادية كي يكون ذلك، كانت قوة إقليمية، كانت قوة إقليمية وليست قوة اقتصادية. هو قوة أي دولة هي في الإعلام تاعها بالدرجة الأولى، ليس في الشخصية. وهذا هو الإشكالية التي طرحناها في البداية. الإعلام في الجزائر حتى الآن غير معتمد، كل جريدة خايفة، كل قناة خايفة. إذا ما دام الإعلام غير معتمد لا نستطيع نقول بأن هؤلاء فعلا راهي مواقفهم واضحة مع المغرب ولا ضد المغرب. ولهذا عندما نرى هناك إعلام معتمد معناه تطابق مع قانون الصحافة 2012 أو قانون السمعي البصري 2014، عندما يحدث تطابق نستطيع نقول لك هذاك الصحافي أخطأ، لأنه أو يحمل خط افتتاحي، لأن كل القنوات، كل الجرائد، كل جريدة عندها خط افتتاحي نتاعها. حتى الآن الخط الافتتاحي تاع أغلب المؤسسات الإعلامية هي تاع الحكومة. معناه يدير كتبة افتتاحية الجريدة الفلانية شيتا الحكومة. علاش؟ لأن حتى يعطيونا الإعلانات. هذه الحقيقة ما نخبيوهاش. النقطة الأخرى وهي متعلقة بالسياسة. غير صحيح تماما عبد العالي، هذا غير صحيح تماما، واتركني أنا أعارضك في هذا. لا يعني خط افتتاحي، اسمح لي، الخط الافتتاحي واضح، الخط الافتتاحي تاعك مش هو الخط تاع جريدة أخرى. معليش، أنا أتحدث عن تجربة ويمكنك أن تقول ما تريد قوله. هناك نقطتين يجب أن نتطرق لها. لا يمكن أن نحكم على جريدة تصدر موقف من قضية معينة على أنه شيتا للحكومة ومقابل الإشهار. أصبحنا نخون بعضنا البعض بشكل رهيب وغير محترم ويثير الشفقة والاشمئزاز بكل صراحة، وكأننا أصبحنا الذي يعارض السلطة بطل والذي يؤيد السلطة خائن وشيات، مثل ما كنا في الماضي الذي يحترم معارض يقول خائن الوطن، والذي يؤيد السلطة يقول مواطن صالح. اسمح لي مع كل احترامي لك عبد العالي لنتوقف عن هذه الكلمات. هذا نقطة. لحظة واتركك تواصل. هناك نقطة أخرى يجب أن نتفق. لما يتعلق الأمر هناك قوانين يجب أن نحترم القوانين. في قانون الإعلام هناك نقطتين يجب أن نحترس لما نعالجها، وليكن هذا واضحا. هو سر الدفاع الوطني وسر الدبلوماسي. لما يتعلق الأمر بهذين النقطتين يجب أن نحذر وأن نفهم المفاعيل والمجاهيل والخفايا نتاع القضايا، ولا يمكن أن ندعي البطولة ونطلق النار على السلطة وعلى الحكومة ونقول أننا وطنيون. لا، هناك مصلحة الدول، هناك استراتيجية الدول يجب أن نأخذ بعين الاعتبار. في فرنسا حتى في دول متقدمة دائما يأخذون بعين الاعتبار المصلحة العليا للدولة تاعهم، في فرنسا وفي روسيا وفي مصر وفي تونس. لماذا نحن فقط نتهم بأننا نسعى للحصول على الإشهار؟ تبا لهذا الإشهار، لأنه يعني اسمح لي إذا غضبت شوية، لأنه لا يمكن أن نتعامل بهذا الشكل. كل الدول، شوف حتى الإشهار، شوف جريدة هي في نهاية المطاف، اسمح لي ممكن نخرج لك على الموضوع، جريدة تبقى مؤسسة
مؤسسة إعلامية وتجارية تفضل أجد لها مواردها المالية واخرج. لا يمكن أن تنتظر أنت فلان تعطي لك وتقول لي لا ما عطيتيش راك ضدي. ما اللي نتوقف عن هذه الاتهامات التي لا تليق لا بنا كصحفيين ولا كجامعيين ولا ناشطين. الحكومة مسيطرة، ما نكذبوش على مسيطرة على القنوات وعلى الصحف عن طريق لاناب. خارج لاناب تنتهي الجامعة. ما نخش على الموضوع. تحدثوا عن إعلام قوي، لأنه وضعنا يدنا على الجرح، لأن المسألة تتعلق، تحدثت قبل قليل عن إعلام، نحن بحاجة إلى إعلام قوي لبناء دبلوماسية قوية، والإعلام في الجزائر يعاني، وهذا ما طرحه الأساتذة الكرام. أنا اليوم اسمح لي أستاذ لحظة لك، أنا انتقدت عشرات المرات السيد الوزير الأول السيد يحيى، وانتقدنا مئات المرات مسؤولين كبار في الحكومة، وزراء الوزير الأول إلى آخره. وإذا لم ننتقد رئيس وأعطينا رأي غير إيجابي في سيد رئيس الجمهورية فقط لا يمكن أن نكتب بدون الخضوع لقانون الإعلام. حرية الصحافة إذا مسؤولية وليست فوضى وتجريح. ننتقد رئيس الجمهورية وننتقد الوزير الأول وننتقد كل المسؤولين في إطار القانون حتى لا يقبض علي القانون. مش مطبق. كنت نتكلموا على حاجة خيالية. في الأشياء الداخلية. لا موضوعنا طبق القانون. نقول لك معاك القانون فيه 7 مواد مرتبطة بممنوع ممنوع تكلم على وزارة الدفاع، على السيادة، على نغير القانون. لا يمكن أن نخرقه، لنغيره. شوف أستاذ، لنعمل على تغييره مثلا. الشيء المهم في هذا نعود إلى الشأن الخارجي الآن. نعم. بالضبط. الشيء المهم في هذا اللقاء، احنا 3 مدارس مختلفة، لكن تقريبا في ظرف ساعة ما شتمناش، ما أسأناش، ما قلناش كلام اللي على إخوة في المغرب، حتى على الإعلام المغربي ما كانش عندنا تجنس، بالعكس تشنجنا بين بعضنا. لكن هذا يدل على أن يكون الوعي، الإنسان أو الصحفي يكون واعي كثير، يعرف وش يكتب ويعرف وش الدين. حتى قانون الإعلام يمنع الصحفيين من شتم رؤساء الدول. أنا لا نستطيع أن نشتم رؤساء الدول. قانون يعاقبنا. حتى شتم يعني شتم حرف الشين لا ينبغي أن يكون لا شتم ولا شكر. بالضبط. أي نحن حرف الشتم ولا الشكر. لكن يعني حتى في مسألة الحملة الشرسة التي قادها إعلام المخزن استعملت فيه كلام فاحش يعني بذيء. صحيح. وهنا الإشكالية ربما في الإعلام العربي. تعرفي لماذا بكل صراحة يعني الإعلام في المغرب مرتبط مباشرة بالنظام المغربي. لا يمكن خاصة في السياسة الخارجية، وهذا مفارقة أو الفرق بيننا وبينهم. في المغرب لا يمكن التسامح مع أي موقف معادي للحكومة المغربية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الخارجية. قضية الصحراء الغربية لا يوجد، وأنا أتحدى أي شخص يقول لك هناك تيار في الداخل المغرب ضد مثلا السياسة الخارجية المغرب في قضية الصحراء الغربية. حتى في قضية العلاقة مع الجزائر، حتى في قضية الانتشار في إفريقيا، نفس الموقف لدى الإعلام، ويتجاوزون في حق الحكومة الجزائرية. ولكن لا يوجد هنا في الجزائر من يرد عليهم. ولما بعض الصحفيين ردوا عليهم يتهموهم بأنهم يشيتوا للسلطة، وهذا غير معقول. يعني أنا معك يجب ممكن نجسدوا في قناة الميديا المغرب العربي اسمه الميديا، هذه قناة نسمعها يوميا، نسمعها تشتم، ولكن فيه إعلام. يا رجل لا يمكن أن يكون هل نحن بحاجة إلى تعبئة الإعلاميين من خلال الشتم والسب مثلا؟ لا ما تدخلش. لا يوجد في القناة الميديا شتم، باه نتفقوا في النقطة. لا أتحدث عن الشتم والسب. الدولية الجزائرية لا فيها شتم، ولكن نقطتين أنه الدولية تاعنا مقارنة بين القناة المغربية متخلفة. لماذا؟ لأن الإعلام الله غالب احنا نخافوا. هم عندهم يدافع عن القصر بحرية. يدافع عن القصر بحرية. ومن يدافع عن الجزائر؟ نتحدث الآن عن الإعلاميين الذين يجب أن يدافعوا عن الجزائر. اعتمدوا الصحفيين. هيا تفضل أعطي لهم الاعتماد يدافعوا عن عبد العالي. يجب أن نعرف أنه مع احترامي طبعا لوسائل الإعلام، ويجب أن نذكر، ولكن مدام عبد العالي ذكر ميديا
سات أو ميدي سات تمثل السياسة الخارجية المغربية الفرنسية البلدين. وهذا تفصيل مهم جدا وفرنسا معروفة لأنه قناة معروفة مشتركة بين الفرنسيين والمغربيين، وقناة فرنسا 24 مع احترامنا طبعا كل وسائل الإعلام تمثل السياسة الخارجية الفرنسية، وليست تمثل الآن ومن حقي أنا كصحفي جزائري أطرح سؤال للحكومة الجزائرية: لماذا الحكومة الجزائرية لم تطلق قناتها خاصة بها لتدافع عنها في الخارج؟ قطر عنده الجزيرة والإمارات عندها مراسل ميديا فيصل مطاوي مراسل جزائري. أجيب لي مراسل. هذا هو ربما تفصيل آخر أستاذ، ربما لأن وقت البرنامج انتهى. أستاذ عز الدين بوكردوس، بدأنا بك ونختم بك، ربما لديك أيضا في هذا الموضوع. المهم يعني الآن هذه أصبحت تقريبا موضة، ولا أصبحت حاجة خارقة للعادة إنه التلفزيون العربي أو الصحافة العربية تبدأ تشتم. لاحظ مثل ما يحدث بين الإمارات وقطر، ما يحدث بين السعودية وقطر، ما يحدث بين القنوات المصرية الرسمية والقنوات المعارضة. فأصبحت حرف الشين مثل ما ذكرت في البداية هو الغالب على كل الكتابات متاع رجال الإعلام في عالمنا العربي، وهذا لا يشرف الإعلام العربي، ولهذا الإعلام العربي في آخر قائمة الإعلام الدولي. أستاذ عز الدين بوكردوس الإعلامي، شكرا جزيلا على تلبيتك دعوة مساء الصحافة، وأشكر أيضا عبد العالي الرزاقي أستاذ وإعلامي أيضا، شكرا لك. وأيضا أشكر كل أستاذ هابت حناشي مدير يومية الحياة. إذا بهذا نصل إلى ختام مساء الصحافة. طبعا نحن بحاجة إلى إعلام قوي من أجل دبلوماسية قوية وجزائر قوية. إلى اللقاء. ألغينا كل أسماء الحدث القضية الاستثناء ما نقدروش نحكموا عليها كذا نطيحوا عليها. تحركت هناك فياعلة. من المتورط الرئيسي في القضية؟ دفعنا ثمن الإشكال. تجب عليه تغيير كامل الصحافة. دفعنا ثمن ما نقدروش نحكموا